حدثتكم مرة أنا في لغز، وقد تم يعني حله بفضل الله، تم تفكيكه، كان يحيرني إلى حد ما. هؤلاء الذين يقتلون أيها الإخوة بلا مبالاة ويقتلون بلا مبالاة. أسهل شيء عندهم الواحد أن يفجر نفسه في أبرياء، انتبهوا، في أبرياء، نحن نتكلم عنها في أبرياء. الصحابة لم يكونوا كذلك، الصحابة لم يتوفروا على مثل هذه بين قوسين على الشجاعة. هي شجاعة؟ لا، طلعت نيكروفيليا، مرض، اختلال في الشخصية. الصحابة ما كانوا هكذا. حدثتكم مرة من على هذا المنبر حديث حذيفة ابن اليمان حين قال له كوفي: والله يا صاحب رسول الله، لو كنا نحن مع رسول الله ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على الأعناق. يستقل أيها الإخوة علاقة أصحاب رسول الله برسول الله. شوف أنا قليلة، لو كنا إحنا، يقول إحنا متابعين، خدمناه كان أكثر، إحنا لم ندعه يمشي على الأرض، نحمله على الأعناق. فقاله حذيفة ابن اليمان: لا تقل هذا يا ابن أخي، فوالله لقد كنا مع رسول الله، يريد في الخندق، كنا مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فقام يصلي حتى صلى هويا من الليل، أي قطعة من الليل. فلما انصرف من صلاته قال: من رجل يقوم إلى القوم فينظر ماذا يصنعون ثم يرجع، يقول يشترط عليه الرجعة، ثم يرجع: أدعو الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال: فما لباه منا أحد، من شدة الخوف ومن شدة الجوع ومن شدة البرد. في خوف، أحزاب 9000 بعد الخندق، وجوع شديد وبرد شديد، لم يلبه 1000 صحابي ولا 10 ولا واحد. قال: فوالله ما لباه منا أحد. فأعادها: يحبون الحياة، ليس جبنا وليس شحا وليس ضعف إيمان، إنسانية. هذا هو الإنسان يحب الحياة، الإنسان السوي، ليس المختل، ليس المضطرب، ليس المجنون. أيها الإخوة، لا يمكن أن يضحي حياته إلا في سبيل ما يخدم الحياة بما هو أعظم من حياته كفرد. ما رأيكم؟ هذه فلسفة التضحية. بس لا يمكن أن أضحي حياتي إلا في سبيل ما يجعل الحياة، حياة أهلي وذوي وربيعة ربعي عشيرتي وحياة الإنسانية أكثر بركة وأكثر طيبة، ويجعل العالم مكانا أكثر صلاحية وأكثر طيبا للعيش. في هذه الحالة، على رغم إذا اضطررت أن أضحي حياتي سأضحيها، لن أتأخر. بمعنى أنك تضحي حياتك من أجل الكرامة، من أجل الحق، من أجل نصرة العدالة، من أجل المستضعفين المضطهدين. أهلا وسهلا. وعلى فكرة، تأمل كتاب الله من أول إلى آخره، هذه مبررات أن تقاتل في سبيله فقط، مش أن تعتدي على الناس أبدا، مش أن تعطي حياتك بالمجان هكذا لأنك تريد أن تصل إلى الآخرة. لا والله،